كيف نعرف أن الآباء والأمهات مقصرون في إشباع الحاجات؟ هنا تبدأ تظهر عند الطفل سلوكيات سلبية. إذا الأب مقصر والأم مقصرة يظهر السلوك السلبي. السلوك السلبي رقم واحد يبدأ الكذب، يدعي أشياء غير صحيحة. هو لا يكذب الطفل، خذوا قاعدة: الطفل لا يكذب، وإنما يعبر عن إشباع لحاجاته بطريقة خطأ. فلما يقول أنا ضربوني تعني أن الولد لم يضرب، ولكن تعني أنني أنا بحاجة إلى أمن وطمأنينة، أنا أفتقد الأمن. إذا صور نفسه بطلا تعني أنا بحاجة إلى تقدير واعتراف ومدح. وبالتالي تبدأ السلوكيات المزعجة عند الأطفال في هذا السن لإشباع الحاجة، تعني أننا لم نشبع احتياجاتهم بطريقة سليمة، فيبحث عنها بطرق سلبية. وبالتالي أكبر خطأ تربوي في التعامل مع احتياجات هذا العمر بالتحديد أن يبدأ الآباء والأمهات يمارسون الأساليب السلبية في التعامل مع الطفل عند ظهور مثل هذه السلوكيات. ايش هذه الاساليب السلبيه اللي تكلمنا عنها بتفصيل؟ الصراخ والضرب والعنف والعقاب والتهديد والحرمان وغير ذلك. هذه المدمرات العامه. اي نعم. أخطر فترة هي هذه الفترة بالضبط، من 4 إلى 6 سنوات. القاعدة التي ينبغي أن نتعامل معها: كل السلوكيات التي تصدر من الطفل وتزعجنا ونراها غير صحيحة ونراها سلبية ليست مشكلات. جميل. لا ينبغي أن نعتبرها مشكلات، ينبغي أن نعتبرها أعراضا، أعراض أو ردات فعل، أعراضا لشيء ينقصه شيء يعبر عن هذا الشيء، أعراض. وبالتالي المربي الإيجابي يتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها أعراض وليست مشكلات، وعلاجها أن أعالج أصل المشكل وليس أعراضها.